السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. شكرا للناس اللي انضموا للقناة ديالي، شكرا على الثقة ديالكم الكاملة رغم أنني ما كنحطش بزاف في القناة إلا وكنلقى زيادة في المتابعين. شكرا بزاف بزاف، وكنتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة وعواشركم مبروكة. المهم على بركة الله غادي نحضر واحد الحلوة يعني بالسميد الرقيق، كتجي بحال قلتو حريشات صغارين. المهم كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تتبعوا معايا حتى الاخر وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في ديوركم، علاش لا. بسم الله على بركه الله. عندي هنا 2 بيضات، كاس ونصف من السكر، كاس زيت، واحد دانيط، 2 معالق صغار ديال الكاكاو، وواحد فلاش شوكولات. كما شفتوا في المقادير كما شفتوا في الفيديو. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نضيف لهم كأس ديال الحليب، وغادي نخلط كذلك تينسجموا المقادير. الصراحه كتجي شيشه، كتجي لذيذه. هنا الا ما كانش الحليب غنقدروا نعوضوه بكاس عصير الليمون. صافي كنجمع هاد السوائل مزيان، وكنضيف ليهم كذلك واحد كأس ديال الدقيق، فيها مقادير بسيطه وسهله التحضير. بعد ما جمعنا هاد المقادير غادي نضيف لهم كذلك واحد خماره حمراء، وعندنا هنا نص كيلو ديال السميده رقيقه او سميدات الحرشه. غادي نبقى نضيف بالاضافات قليله ونخلط العناصر ديالي حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي رخوه شويه، يعني ما تكونش قاصحه، حيت غادي نخليوها ترتاح واحد المده فتما كتشرب. كما كتشوفوا ما غاديش نكمل ديك السميده كامله. مهم نتوما جمعوا حتى تشوفوا العجينه كما غتشوفوها في الفيديو، حبسوا يعني ما تجيش قاصحه. هنا ضفت ليها كذلك 4 ديال المعالق ديال الكوك، وغنكملوا بخلط العناصر. هكا كتجي العجينه ديالي. نقدر نزيد ليها شي شويه. المهم كما شفتوا معايا في الفيديو انا ضفت ليها شي شويه باش يعني نتاكد انها ما غتسيحليش في الفران. تقريبا كيبقاو واحد 2 معالق ديال السميده يعني فوق المقادير كاملين. صافي هيدا كنخليها ترتاح على من نوجد المكونات اخرين باش غادي نقدر ندير الديزاين الاخير. هنا وجدت ماء زهر اللي غنبلل به يدي باش نبغي نكور العجينه ديالي، كذلك اللوز افيلي او الكوكو افيلي، زريعه الخشخاش، الكوك اللي حمرته شويه، والشوفان كذلك اللي حمرته شويه. هاد المكونات عندي في الدار وحاولت انني نكون منهم واحد الديكور الحلوه ديالي. يعني اي زرارة عندكم في الدار ممكن تستعملوهم. هنا غادي نرجع للعجينه ديالي كما غتشوفوا شربات صالحه للعمل. غادي نبقى نبلل يدي بماء زهر ونحربل الحلوه ديالي. غادي نحاول نحربل الحلوه ديالي ونحطها في الزراره كما غتشوفوا حتى كيتطلع لها الوجه مزيان، وكنحطها في اللاطه. غادي نكمل الحراب الحلوه ديالي وغادي نرجع معكم ان شاء الله بعد قليل.
بعد ما ساليت الحلوه ديالي كامله طيبتها كما قلت لكم من قبل. دوازتاي كيجي خفيف ظريف، كنتمنى تجربوه وتنال الاعجاب ديالكم، علاش لا. الى هنا غادي نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.